عمرك ركبت تاكسي بالليل وحسيت إن الراكب اللي وراك مش طبيعي؟ أنا اسمي سعيد، عندي 50 سنة وبشتغل على تاكسي من أكتر من 15 سنة. شفت ناس كتير في العربية دي، ناس اتخنقت، ناس عيطت، ناس هربت من بيوتها، وناس ماتت قدامي. بس في حاجات شفتها بالليل، حاجات لحد النهاردة ما أقدرش أنساها. الليل في القاهرة مختلف. بعد 2 الفجر المدينة بتتغير، الشوارع بتفضى، الإشارات تفتح وتقفل لوحدها، والهدوء يبقى تقيل بشكل يخوف. تحس إنك ماشي في مدينة تانية، مش القاهرة اللي الناس تعرفها. أنا شغلي كله بالليل، من 10 المساء ل6 الصبح. أروح أنام شوية وارجع تاني، والروتين ده خلاني أشوف اللي محدش المفروض يشوفه. أول موقف حصل معايا كان من حوالي 5 سنين. رمضان كان لسه مخلص من أسبوعين، والجو حر، بس الشوارع كانت هادية بشكل غريب. كنت ماشي في شارع جانبي في المطرية، الساعة حوالي 2 الفجر، وفجأة واحد وقف لي، شاب صغير لابس تيشيرت أبيض وجينز. وشه كان شاحب جدا، مش شاحب تعب، لا، شاحب بطريقة تقلق. نزل إيده بهدوء وقال: المطرية. قلت له: اتفضل يا فندم. ركب ورا وقفلت الباب. أول ما اتحركت حسيت إن العربية بقت تقيلة، كأن حد حط شوال أسمنت في الشنطة. استغربت بس كملت. بعدها بثواني الراديو طفى لوحده، مع إن الكهرباء كانت شغالة. بصيت في المراية، لقيته قاعد ورا باصص لتليفونه ساكت. بصراحة أكتر حاجة خوفتني فيه إنه ما كانش بيتحرك ولا حتى بيرمش. كنت كل شوية أبصله، يمكن يرفع عينه أو يطلب حاجة، لكن مفيش ولا نفس ولا حركة. وصلنا آخر الشارع وقلت له: وصلنا يا فندم. وصلنا يا فندم. ما ردش. كررتها تاني، برضو مفيش رد. لفيت أبص ورا، الكنبة كانت فاضية. اتجمدت. فضلت باصص ثواني مش مستوعب. الباب مقفول والإزاز مقفول، مفيش أي صوت باب اتفتح، لكن الراجل اختفى. والأغرب إن الكنبة كانت ساقعة، كأن اللي كان قاعد عليها تلج. من يومها وأنا بقيت بخاف أبص في المراية بالليل. لكن اللي حصل بعد كده كان أسوأ. في ليلة كنت واقف قدام مستشفى قديم في وسط البلد. المستشفى ده كان شبه مهجور، الناس دايما تقول عليه كلام غريب. المهم نزلت أشرب شاي من كشك قريب، ولما رجعت للعربية لقيت ست قاعدة ورا، مع إني متأكد إن العربية كانت فاضية. اتخضيت بس حاولت أمسك نفسي. كانت لابسة عباية رمادي غر ووشها مرهق جدا. سألتها: رايحة فين يا حاجة؟ قالت بصوت واطي جدا: الزيتون. الصوت نفسه كان غريب، مكسور وتعبان. مشيت، وطول الطريق كنت بحاول أشوف وشها في المراية، لكن كل مرة أبص كانت تلف وشها بعيد، لحد ما حسيت إنها عارفة إني ببص. الشارع كان فاضي والجو ساكت بطريقة تخوف، حتى صوت الموتور كان غريب، كأنه مكتوم. وصلنا الزيتون، وقفت العربية وقلت لها: وصلنا يا حاجة. سمعت صوت حركة ورا، كأن حد بينزل، وبعدها صوت باب خفيف. بصيت في المراية، مفيش حد. الكنبة فاضية، لكن كان في طين على الأرضية، طين مبلول ولونه أحمر، مش بني، أحمر. نزلت من العربية مرعوب، والأول مرة في حياتي قررت أقرأ قرآن بصوت عالي وأنا سايق. ومن يومها بقيت مش بخلي أي حد يركب غير لما أشوف وشه كويس. لكن أغرب ليلة في حياتي كلها كانت على طريق المنصورة. الساعة كانت حوالي 4 الفجر، والدنيا ضلمة بشكل يخوف. كنت راجع من مشوار بعيد والطريق شبه فاضي، وفجأة شفت ست قاعدة على الرصيف بتعيط.
بس دي ما كانتش عيطة عادية، كانت عيطة حد مكسور. وقفت لها، نزلت من العربية وقلت: في حاجة يا حاجة؟ رفعت وشها بصعوبة وعينيها كانوا مليانين دموع. قالت لي: لو سمحت، عايزة أروح المنصورة. كان معاها شوال برتقالي صغير، وقالت لي: معلش أحطه ورا؟ قلت: اتفضلي. ركبت ورا ومشينا. طول الطريق كانت ساكتة، ولا كلمة. بس بعد شوية بدأت أحس بنفس الإحساس القديم. العربية بقت تقيلة، تقيلة جدا، كأن في ناس زيادة راكبة. بصيت في المراية، لقيتها قاعدة ناحية الشباك وعينيها مفتوحة، ما بترمش. والأغرب إن رقبتها كانت ثابتة، مش بتتحرك. فضلت سايق وأنا متوتر لحد ما قربنا من المنصورة. سألتها: أنزلك فين بالظبط؟ قالت: المقابر. إيدي سقعت على الدركسيون. قلت لها: مقابر إيه؟ قالت: جنب الضريح. وصوتها كان أهدى من الأول بشكل مرعب. وصلنا عند المقابر. المكان كان ضلمة ومفيش أي حد. وقفت العربية وسمعت صوتها وهي بتنزل. باب العربية اتقفل. وصلنا. بصيت في المراية، مفيش حد، لكن الشوال البرتقالي كان لسه موجود. ريحة غريبة بدأت تطلع، ريحة تراب وريحة موت. نزلت وأنا مرعوب وقربت من الشوال. ما كنتش عايز أفتحه، بس فضولي غلبني. فكيت طرفه واتجمدت مكاني. كان جواه جثة طفل صغير، وشه أبيض وعينيه مقفولة كأنه نايم. وقتها حسيت إن رجلي مش شايلاني. رجعت أبص للطريق، ما لقيتش الست، كأنها اتبخرت. جريت، حرفيا جريت، وسبت العربية مفتوحة. بعدها بكام يوم سمعت حكاية في قهوة عن ست ابنها مات، وكانت مصممة تدفنه بنفسها في المنصورة. لكن الست نفسها كانت ماتت قبلها بيومين. ساعتها فهمت إن الست اللي ركبت معايا ما كانتش عايشة. ومن بعدها الحاجات الغريبة زادت. في مرة كنت سايق لوحدي، وفجأة سمعت صوت طفل بيضحك ورا. لفيت بسرعة، مفيش حد، لكن الكنبة الورانية كانت مبلولة طين. وفي مرة الكاميرا اللي راكبها في العربية سجلت راجل قاعد ورا، مع إن العربية كانت فاضية. ولما وريتها لواحد صاحبي قال لي: الراجل ده ميت من سنة. بدأت أخاف من الشغل بالليل، بس ما قدرتش أسيبه، ده رزقي. لكن بقيت عامل قوانين لنفسي. أي راكب يركب لازم يقفل الباب بإيده، وأشوف وشه كويس واسمع نفسه. ولو حسيت إن العربية بقت تقيلة فجأة، ما ببصش في المراية أبداً. وفي ليلة من أسبوع تقريباً كنت واقف تحت كوبري أكتوبر الساعة 3 الفجر، وفجأة ركب معايا راجل لابس تيشيرت أبيض، وشه شاحب. قلبي وقف. نفس الشاب، نفس أول واحد. ركب ورا وقال: المطرية. إيديا بدأت ترتعش. بصيت في المراية، كان باصص لي وبيبتسم لأول مرة، ابتسامة باردة، وقال: فاكرني؟ وقتها العربية كلها بردت، والنور في الشارع اتطفى، والمراية بدأت تسود، وما بقتش شايف غير وشه. بس المرعب بجد إني لما لفيت أبص ورا ما لقيتش حد، لكن سمعت صوته جنب ودني مباشرة بيقول لي: لسه المشوار مخلصش يا سعيد. ومن يومها وأنا كل ليلة قبل ما أي حد يركب ببص في المراية الأول، مش عشان أشوف الراكب، لأ، عشان أتأكد إن الكنبة الخلفية فاضية أصلاً. ودلوقتي قول لي، لو كنت مكاني وركبت معاك ست الساعة 3 الفجر وشفت الطين الأحمر على الأرضية، هتكمل المشوار ولا هتنزل تجري؟